لا ما حذرته، ما رح أحكي عن ورق العنب أبدا. أنا رح أحكي عن الأغصان الطرية للدالية اللي بتطلع بالربيع. بالصدفة نحن شفنا بستان كانوا متخلصين من هاي الدوالي، يمكن لحتى يكبر حجم العنب، هيك سمعت يعني. جمعتهم وجبتهم على البيت وعملت منهم سلطة. طبعا حطيت بصل أخضر ونعناع وبندورة وحبة توم كمان. طبعا للسلطة انتو فيكم تستخدموا اللي بدكم اياه. انا غسلتهم بالمي والملح كتير منيح حتى تركتهم، لانه ممكن يكون عليهم مبيدات حشرية مؤذية. والروس تخلصت منها لانه كانت بقيانة على الارض اكتر من يوم. بعدين فرمتهم كتير منيح، وفرمت البصل والنعناع الاخضر. طبعا البندورة أنا استخدمت البندورة الكرزية، لكن أنتوا فيكم تستخدموا أي نوع بندورة بتكون إياه. بتعرفوا قديما البندورة ما كانت متوفرة، كانوا يعملوها بس ما كان عندي ليمون بالبيت، حطيت شوية ملح وملح ليمون وفلفل. كانوا يعملوها بدبس البندورة والزيت، وطبعا البصل الأخضر والأحمر. حطيت كمان شوية دبس رمان لأنه ما كان فيه ليمون، ومستحيل أنا أكل السلطة بدون زيت زيتون. للزينة بس استخدمت زيتون وفلفل. يا جماعة عن جد الطعم شي خيالي، أطيب من هاي السلطة أنا ما دقت. أنا سمعت بيعملوا فيها سلطة البرغل كمان، رح جربها شي مرة وخبركم شو بيصير معي. صحتين وهنا.